أكلت 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 يوم أكل الثور الأبيض أكلت يوم أكل الثور الأبيض. إيه لما أقول مؤمنين ولما أقول مؤمنين؟ مؤمنين يبقى دولك اتنين، مؤمنين يبقى دي جمع مذكر سالم. وكذلك النصب تكون علامته الألف في الأسماء الخمسة. لما أقول رأيت أباك، فأباك دي مفعول به منصوب بالألف لأنه من الأسماء الخمسة. يبقى أنا كده فهمت إن عندي علامات فرعية للإعراب. هذه العلامات الفرعية للإعراب أن يأتي بحرف مكان الحركة اللي احنا اتكلمنا عليها زمان، مكان الضمة ولا مكان الفتحة أو مكان الكسرة أو مكان السكون. طيب عرفنا لقبين من ألقاب الإعراب، اللي هو الرفع علامته الضمة الأصلية، والعلامة الفرعية بتاعته قد تكون الألف وقد تكون الواو، والنصب علامته الفتحة وقد تكون، وعلامته الفرعية قد تكون الياء وقد تكون الألف في الأسماء الخمسة. باقي لي إيه؟ باقي لي علامتين لقبين، وهو الجر والجزم، ودولك نعرفهم بعد هذا الفاصل. فاصل ونواصل. وسعت كتاب الله لفظا وغاية وما ضقت عن آي به. أهلا بكم. احنا بنتكلم في علامات الإعراب الفرعية. قلنا إن علامات الإعراب الفرعية هي حروف جاءت مكان الحركات، فجبنا قلنا إن الرفع علامته الضمة العلامة الأصلية، الألف في المثنى علامة فرعية، الواو في جمع المذكر السالم. حاجة كمان نسينا نقولها اللي هي نون، نون بتاعت الأفعال الخمسة، احنا ذكرناها وعرفناها قبل كده، ترفع بثبوت النون. لما قلت مثلا يؤدون، يقيمون الصلاة، يقيمون فعل مضارع مرفوع بثبوت النون. طيب لم يقيموا، يقيموا فعل مضارع مجزوم بلم وعلامة جزمه حذف النون. يبقى ده أنا عندي الرفع علامته الألف في المثنى، الواو في جمع المذكر السالم، الواو في الأسماء الخمسة، ثبوت النون في الأفعال الخمسة. طيب أرجع تاني وأقول النصب علامته الفتحة، علامة أصلية. علامة الفرعية الياء في المثنى والياء في جمع المذكر السالم. نرجع نقول ساعات الكسرة بتبقى علامة نصب وهي علامة فرعية وليست أصلية، لأن الكسرة أصلا للجر، ودي بتيجي فين؟ في جمع المؤنث السالم، فاكرين؟ يرفع بالضمة وينصب ويجر بالكسر. زي إيه؟ زي لما ربنا قال في القرآن عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن مسلمات، أصلها أزواجا مسلمات، لا مسلمات قانتات تائبات عابدات سائحات ثيبات وأبكار. بص جمال الآية بقى هنا، أن يبدله أزواجا مفعول به، خيرا منكن، الكلام ده لنساء النبي لما حصل خلافات بينهم كده وآل منهم شهر، وبعدين ادعي انه خلاص طلق نساءه وكذا وكلام من ده، لكن كان إيلاء وده كان حكم شرعي يعني. لكن شوف بقى ربنا بيقول لهم عسى ربنا أن يبدله أزواجا خيرا منكن مسلمات، مش مسلماتا، لا مسلمات. طب مسلمات دي ايه؟ وصف، صفة لمين؟ لأزواج. طب المفروض نقول أزواجا مسلماتا، لا مسلمات. ليه؟ لأنها منصوبة بالكسرة نيابة عن الفتحة لأنها جمع مؤنث سالم. في حتة بقى في الآية كده لما يجي في الآخر يقول مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات من غير حرف العطف واو، ثيبات من غير حرف العطف، وبعدين يقول وأبكارا. فليه حط الواو هنا بين ثيبات وأبكار؟ ليعطيك الفارق الشاسع بين الثيب والبكر. فالثيب تزوجت مرة قبل ذلك والبكر لم تتزوج مرة قبل ذلك، فربنا يحط الحرف ده عشان الوصفين متنافيين. الثيب عكس البكر تماما والبكر عكس الثيب، فقال ثيبات وأبكارا.
حط هنا الواو، ما قالش سيبات أبكارا، لأن ما ينفعش. لو قال سيبات أبكارا يبقى إزاي واحدة سايب وبكر إزاي؟ الكلام ده ما يحصلش إلا فين؟ إلا في الحور العين في الجنة، إن هي تبقى سيب وبعدين ترجع بكر على طول على طول، تصير في يعني ترجع إلى البكارة مرة ثانية مرة فمرة. وديك من خصائص الحور العين وليست من خصائص أحد من أهل الأرض. فحد يجي يقول لي حور الدنيا، بس الدنيا ده حور إيه بقى ودنيا إيه بقى؟ خلينا نفكر بقى مع بعض. ده لفظ أطلق على الناس اللي في الجنة، بلاش احنا بقى نطلقه على الناس اللي في الدنيا عشان ما نتعبش الناس اللي في الدنيا من فضلكم. اللقب الرابع الجزم. احنا ما قلناش الثالث لسه، ما قلناش. طيب اللقب الثالث الجر. علامته في الأصلية الكسرة، علامته في الفرعية الياء. فين حتة؟ في المثنى، في الجمع، في الأسماء الخمسة علامة الجر فيها برضو الياء. إذ قالوا لا يوسف وأخوه أحب إلى أبينا، فهنا أبينا اسم مجرور بإلى وعلامة جره الياء نيابة عن الكسرة لأنه من الأسماء الخمسة. اللقب الرابع الجزم، والجزم تكون علامته حذف النون. فين حتة؟ في الأفعال الخمسة، زي ما ربنا يقول فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار. فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا، إن لم تفعلوا لم أداة جزم، وتفعلوا فعل مضارع مجزوم بلم وعلامة جزمه حذف النون لأنه من الأفعال الخمسة. يبقى أنا كده عرفت أن علامات الإعراب قد تكون أصلية وقد تكون فرعية. تكون علامات الإعراب أصلية في الضمة والفتحة والكسرة والسكون، وهي كالآتي: الرفع علامته الضمة، والنصب علامته الفتحة، والجر علامته الكسرة، والجزم علامته السكون. وتكون هنالك علامات فرعية للإعراب، فالرفع علامته الألف في المثنى، علامته الواو في جمع المذكر السالم، علامته الواو في الأسماء الخمسة. كذلك النصب علامته الياء في المثنى، الياء في جمع المذكر السالم، والألف علامة على النصب في الأسماء الخمسة. إن أبانا اسم منصوب. الأمر الثالث وهو الجر. الجر علامته الياء في جمع المذكر السالم، وعلامة الجر في العلامة الأصلية تكون الكسرة. الأمر الرابع الجزم، علامته الأصلية السكون، علامته الفرعية حذف النون إذا كانت في الأفعال الخمسة. سؤال الحلقة: الألف تكون علامة للنصب في الألف، علامة النصب في المثنى، الجمع، الأسماء الخمسة. حتى ألقاكم لكم مني كل تحية وتقدير. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أنا البحر في أحشائه الدر كامن، فهل سألوا الغواص عن صدفاتي؟ سقى الله في بطن الجزيرة أعظما، يعز عليها أن تلين قناتي.